السلام عليكم، أنا محمد دمير وهذه حلقة في خاطري حبيت نديرها. ماهيش لأخبار التاريخ للأسف، بل كاين واحد الشخص حاب اليوم نثبت لمتابعيه أنه كذاب وجاهل ودني، ونطلب منكم ما تحكموش على الحلقة بالعاطفة بل شوفوها بكل حياد وانتم لكم القرار. والشخص هذا احتاج ساعة وربع للرد على 7 دقائق تاعي، يعني كل دقيقة من كلام يرد عليها ب10 دقائق من كلام، ما بقى عنده ما يقول يعني. ويلا نبدو نطلبوا منه أولا محاضرة خفيفة في العفاف والمستوى الراقي. ولو أنكم لم تكونوا لا قوما ولا أمة ولا كنتم أعزاء، وأنكم لقطاء التاريخ. أعوذ بالله، عاد منظرك راح تثبت على روحك النذالة. وهنا يا خوتي نقولها بالفم والملا، نقولها وأنا فخور يعني. هم 200 حلقة على يوتيوب اللي درتهم ما فيهمش سب للمراركة، بل ديما تسمعوني نقول خوتنا في المروك، حتى أنها نظرة المراركة في شخصي نسمعوها على لسانه. الشيء اللي منعني على انني نغرق مع محمد دمير من الاول هو انه ما قبيحش في الطرح ديالو. ونزيدوا نروحوا لحكايه اخرى من الفيديو تاعو، زعما في وجهه نظره عادي انا نقرا التاريخ ولو انه ماهوش من اختصاصي الجامعي. لكن عيبك أنك قفزتي إلى واحد الميدان اللي هو ماشي الميدان ديالك، إلى ميدان التاريخ. لكن ما تمشيش للتاريخ، بعد عليك التاريخ، عطي اتساع للتاريخ، لما بينك وبينه غير الخير والإحسان. معليش، وانت عادي تقرا التاريخ ولو مش اختصاصك. مش حتى الميدان ديالي، أنا لم أدعي يوما أنني مؤرخ، لكن ذاك البركة اللي عندي كتجاوزكم بكثير وكثير. لا خيرا وقت فلا راهي مرضت. الوعي مش حتى الميدان ديالي. هاي يا خوتي، هذا بنادم درك، هذا تهدر معاه وتدي وتجيب معاه. إذا لحد الآن شفنا فيه عيبين كبار: أخرج خصومته من السياسة الجزائرية اللي غالقة المجال الجوي على المروك، أخرجها إلى سب الجزائريين وسب بلادهم وتاريخهم، في حين أنا على الأقل شهدوا لي المراركة في حد ذاتهم أني ما قبيحش في الطرح ديالي. وشفنا أنه قال لك اللي مش مختص في التاريخ ما يهدرش، ما عدا هو، وهذا تقريبا كلام تاع بهاليل ويضرب المصداقية في الزيرو يعني. ودرك هيا نروحوا لبيت القصيد، نزيدوا نناقشوا للمرة الأخيرة موضوع طارق وطريف، لكن ما راحش نناقشوا به نعرفوا هل طارق أم طريف فقط، بل خلينا نعتبروه معيار ولا عينة لتقييم الشخص، نزاهته، أداؤه، فهامته، أمانته. قبل ما نسمعوه خلي ساعة نلخص لكم واش قال. قالك مستحيل المنمنمة هذه تكون تحكي على طريف، لأنه طريف وقت الفتح لم يكن أميرا ولا ملكا. وقالك مستحيل تكون تحكي على طريف لأنه الإسبان المعاصرين في ترجمتهم للنص قالوا طارق، أما أنا فنقول له به بجماعته. اسمحوا لي بدي امسح في كرامتكم الارض بصير، بدي اقلبكم مسخره بصير اسمح لي. وهي الخاوه نسمعوها من لسانه برك، اسمعوا مليح قرايته وفهمته وخليكم شاهدين كما قلنا بالعدل والمنطق، باه كي ليه ما تلومونيش. يقول لنا وعلاه مستحيل يكون طريف. هاد طريف بن مالك كان ضمن جيش طارق بن زياد، ما كاينش طريف كان ملكا في 711 اللي واخد الصوره مع ملك القدس، استحاله لم يكن هناك طريف ملك في العهد ديال 711. دونك قلنا هذه المنمنمه يجمع المؤرخون انها تؤرخ الاحداث من 610 ل 654 610 754. انت جبتي طريف، اقسم بالله تنخوات السوشيال ميديا بالله العلي العظيم قالوا كان طريف ملكا. حنا ثبتنا لك بان الطريف يستحيل ان يكون ملكا في ذاك الوقت، بان الملك هو طارق بن زياد. ولا واضحه جدا، قال لك المنمنمه في عصر رودريغو اللي هو هذا، وفي حياه رودريغو مازال طريف مش ملك بورغوان. كلام جميل ومنطقي، لكن جماله يولي قبح لما نقرأ هذه الكلمه ملك مراكش. ودرك نرجعوا للكلام هذا المزور. دونك قلنا هذه المنمنمه يجمع المؤرخون انها تؤرخ الاحداث من 610 ل 654 610 754. هذا الطريف اللي كتهضر عليه مالك راه غيكون تم بعد. يوم مكتوبة ملك مراكش اللي ظهرت بعد هذا التاريخ بأكثر من 3 قرون. كيفاه يقولوا ملك مراكش وهي مراكش ما زالت ما تبنتش أصلا واسمها غير موجود في سنة الفتح؟ تكذب علينا ولا على روح؟ تحبوا يا خوتي نقرأ لكم واش مكتوب هنا؟ طاري أمير المؤمنين ملك مراكش. هاي مراكش بالبند العريض، وهو جيش من المور مش من المغاربة، لأنه المور زي والمغاربة زي، وهذه نقطة نزولهم طريف. درك هو قال لكم يا ناس التزموا بسنة الفتح وقروا الوثيقة في هذاك الإطار الزمني تاع فتح الأندلس، لأنه هذا لقاه مهرب مليح يتخبى وراه، على خاطر فعلا سنة الفتح طريف نزل مش ملك، لكن تواجد كلمة مراكش هنا هو اللي خرج النص من إطاره الزمني مش أنا. يعني اللي كتب هذا المنمنمة بعد تأسيس مراكش وبعد انتشار تسمية أمير المؤمنين ما كتبهاش بلغة هذاك العصر تاع سنة الفتح، بل كتبها بلغة ما بعد تأسيس مملكة مراكش. وهذا نفهم منه أن المنمنمة هذه لم يلتزم نصها بسنة الفتح، بل جمع كل الأخبار اللي جت بعدها طيلة قرون لين لحق وقال مراكش. يعني أكيد بعد ما أصبح طريف ملك على برغواطة واللي سماه هو ملك مراكش، وبعد ما أصبح طريف أمير المؤمنين في قومه. واضحة؟ أنا نظن لي ما فهمش بعد هذه يفكر 9 آخرين معاه درك يفهموها مع بعضها. وقبل ما ننتقلوا اللي بعدها نكونوا حكمنا عليه التزوير في قوله ملك المغرب بدل مراكش، ويصفه بملك المغرب. عرفنا باللي هو غير هبيل على خاطر مصر أنه يلزمنا بالإطار الزمني تاع أحداث فتح الأندلس في وثيقة مذكورة فيها مراكش.
ونجور الخيط الثاني اللي مازال حاكم فيه باللي ماهوش طريف بل طارق، واللي هو قال لك المترجمين الاسبان اللي نسخوا هذا النص في الوقت الحالي وقالوا انه طارق. الناس اللي ترجموا المون من هناك يقول لك طارق. أنا نقول ما يلي، عندي من العقل والفهامة باه نميز الصح من الغلط. كيف تقبل أنه هذه ترجموها طارق والوثيقة تاعك تقول دخل على طريفة؟ هاو نفرضوا أنه جانا أكبر مترجم في العالم للوثائق القديمة وقال لك هذه طارق، ما فيكش عقل أنت تقول له طارق دخل بجيشه على جبل طارق مش على طريفة، ولا تبلع وتفوت برك؟ ما فيكش عقل. كما أنه اللي يقول هذه طارق نقول له قرينا التاريخ الإسلامي ولم نجد أنه طارق كان أميرا للمؤمنين ولا ملكا لمراكش. دونك كلمة طارق هنا ما تركبش على باقي النص. وبالمناسبة وقت فتح الأندلس والقرون الخمسة التي تلتها أوروبا كانت في الجهل، والعلم الكبير تلقى عند المسلمين في هذيك الحقبة، والمسلمين كتبوا أنه طارق من لوراس، وكتبوا أنه طارق فتح طنجة وفتح الأندلس، وأنه تم استدعاءه للشام ومات في الشام ربي يرحمه، وكتبوا عن طريف وعن مملكته برغواطة وكتبوا عن مراكش. ولا عندكم أزمة تاع تاريخ باه تخبطوا هذا التخبط كامل؟ وزيد خلي نبهدلك أكثر، وعلى الترجمات المعاصرة مختلفة في كتابة هذا النص، كاين اللي ترجمها سي وكاين اللي ترجمها كيو، يعني فعلا ماهوش واضح حتى للمختصين. وهذا هو منطلقي أنا في الحلقة اللي فاتت، هي أنه مش واضح، وجبنا قرائن أخرى اللي هي اسم المعركة واسم الملك حتى لقيناهم في نفس السياق يقولوا طريف، ولا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وزيد خلي نبهدلك أكثر كي جيت برجليك. وعلاه أصلا عجبتك هذه الوثيقة وفرحان بها ومصر أنه طار. انا ما فهمتش انا الاخوان شنو هي القيمه العلميه ديال الطريف ولا الطريق. انا زعما بالنسبه لي انا بالنسبه لي اقول بان كان هناك كيانا سياسيا قائم الذات اسمه المغرب. النقاش كان غادي في واحد الواد اخر، واحد الواد ديال الاسم ديال ملك المغرب. حنا قلنا النطق ديال ملك المغرب. ايوه صافي، ماشي احنا اللي في رحله البحث عن الهويه. اذا انت حكمت نص كيما هذا كسرت له كريم وباه تلقى فيه كيان سياسي اسمه المغرب، هاوليك النص جبد لي منه المغرب. هذه مراكش وهذه المور، والكيان اللي راك تحوس عليه ماهوش هنا ولدي، غير شوف غير. وتحب نقول لك واش اللي يصلح بيك ولا مازال عندك ما تقول؟ يعني حتى لو جبتي يعني ابن خلدون جبتيه شخصيا. الو ابن خلدون قرنا ترى على بلاد السيد وين حدودها، يقول ثم ان جبل دارا هذا من جهه غربيه مطل على بلاد المغرب الاقصى، وهي في جوفيه، ففي الناحيه الجنوبيه منها بلاد مراكش واغمات وتادله، وعلى البحر المحيط منها رباط اسفي ومدينه سلا، وفي الجوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ومكناسه وتازه وقصر كتامه، وهذه هي التي تسمى المغرب الاقصى في عرف اهله. واسمحوا لي نخرجوا على الموضوع شوي طلعوا الخريطة ما دام ابن خلدون أعطانا التعريف الجغرافي للمغرب الأقصى في عرف أهلها. قال لك بلاد مراكش وأغمات وتادلة وأسفي وسلا وفاس ومكناس وتازة، وزاد لهم أصيلة والعرايش. خرج لنا دليل باللي الشعب الصحراوي شعب محتل، وباللي نهر ملوية وجدة وشرق ملوية كله كان جزائري. خلينا مالا نرجعوا للحلقة خير، واسمح لي إذا كان زادك ابن خلدون غمنا على غم لأنك أنت اللي طلبته، وما زال عندي ما عديت من غلطات في هذيك الحلقة، لكن أكتفي بهذا القدر ونقول لك الشيء اللي وعدتك به. اللي يليق بك هو أنك تقسم فريقك كل 10 في طابلة وتقول لهم المهم قولوا الكابرانات وقولوا بوسبير، وهو عندك عبد الصمد ناصر ساعة يتفكرك بتغريدك يطيح سوقك في المروك. أما في نظر الحق والعدل فما أنت إلا وهذا في